المتحدة الأمريكية. احنا اليوم في هذه المباراة في ملعب ميت لايف ستاديوم، سعته حوالي 82 ألف متفرج. تتواجد طبعا الجماهير الأمريكية في هذا الملعب لكرة القدم الأمريكية، ولكن طالما يتواجد البرشا ويتواجد ميسي وتتواجد أمامنا أولى محاولات برشلونة، نيمار يحولها ولكن طالت على ميسي. بتواجد هؤلاء اللاعبين نيمار، ميسي وبرشلونة ويوفنتوس وبوفون ومانجوكيتش وآخرين في كلا الفريقين، تتواجد الجماهير يعني الأمريكية لحضور هذه المباراة. طبعا كما تلاحظ ملعب المباراة ميت لايف ستاديوم أو ميدولاند وسعته كما ذكرت 82 ألف متفرج أتوا لمتابعة هذه المباراة. يعني في الولايات المتحدة الأمريكية هذه الأيام يعني حتى الكلاسيكو سوف يقام في الولايات المتحدة الأمريكية، الكلاسيكو المباراة الودية ما بين البرشا والريال، لكن البرشا يلعب اليوم مباراته التحضيرية الأولى بوجود نيستا، ومحاولات برشلونة مع بداية المباراة عند الدقيقة الأولى أضاعوا محاولة، ونيمار الآن ونيمار يحورها إلى ميسي وميسي إلى الأمام، ولكن الكرة المقطوعة نيمار وميسي فقط يعني أقل من دقيقتين لاحظنا محاولتين للبرازيلي. ميسي نيمار يأخذ له مكان وميسي يغير رايح ويتراجع نيمار، ممكن يسدد الآن ميسي، نعم يسدد ميسي، لكن الكرة إلى خارج أرضية الملعب. أمامك ميسي وقد وصل الآن إلى سن 30 سنة. أهدافه كما ذكر أمام خط دفاع ممتاز، لكنها تبقى لقطة جميلة في المباراة. وصلت إلى يوفنتوس، الرأسية ممكن في الجول ولكنها إلى خارج أرضية الملعب. ضاعت من مانجوكيتش، تضيع محاولة وفرصة مؤاتية لتسجيل الهدف الأول. لاحظ أوسترارو اللي يحول الكرة الرأسية إلى مانجوكيتش، تمر من جنب القائم الأيمن من بجدية كبيرة من جانب الفريقين، وفيهم محاولات واضحة الحقيقة لتسجيل الهدف الأول. ميسي، نيمار، يتقدم نيمار، ياخذها، ممكن الجول، جول نيمار يسجل الهدف الأول لبرشلونة. يا الله، لاحظ ملعب المباراة ميدولاند، لاحظ ملعب المباراة يعني 82 ألف متفرج يستمتعون الآن بمشاهدة الهدف الأول. خذوهات، كرة جميلة متبادلة ما بين نيمار بقى الكثير، وبالتالي نيمار يسجل الهدف الأول في مرمى يوفنتوس. نتيجة أعتقد منطقية، وكرة متبادلة ما بين لاعبي فريق برشلونة، في الأخير نيمار، في الأخير باكو الكاثر. خذوهات ونيمار أمامك الآن، وقد سجل الهدف الأول في المباراة لمصلحة. ولدينا نيمار الأخضر، نيمار في هذه المباراة، نيمار يخلص 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 يخلص، جول ثاني للبرازيلي المتألق نيمار. لعب فيهم كلهم، دودهم كلهم، مر منهم كلهم، ونيمار يسجل الهدف الثاني لمصر. شوف لاحظ المتعة من البرشا تأتيك من البدري، من الصيف تأتي المتعة من برشلونة ومن نيمار. لاحظ الأولى، لاحظ يوم تلاعب 1 2 3 4، وبعد ذلك في مرمى بوفون، ونيمار يتألق في هذه المباراة.
المباراة. شفت لاعب فيهم كلهم واحد ورا الثاني، ومن الأربعة وحتى الخمسة ما في واحد تقدم يعني بشكل قوي، إذ من غير المعقول ما يجوز للطليان ولخط دخلها إلى راكيتيتش. ميسي، نيمار، ميسي، نيمار، ميسي يسيطر عليها، يغير راية، وفي خطأ، مع انه في خطأ بس بعد لعبها في العارضة. يا اخي والله شوف ولاحظ معي ما بين 3-4 من المدافعين. طبعا هنا الخطأ، واتمنى عاد ما حد يبي يصاب، لا مشجعي برشلونة يبون يصاب، ولا مشجعي باريس سان جيرمان ان انتقل يبون مصاب، ولا المحايدين يبون مصاب، ما حد يعني يبي مصاب، ولا نتمنى الإصابة لأي لاعب في العالم. الصيف يعني الجو صيفي، لذلك ماخذ راحته يعني ماسيميليانو أليجري. بوفون آخر فريق اسباني سجل في مرمى ريال مدريد 4، واليوم بعد مضي 37 دقيقة على الشوط الأول نيمار برشلونة سجل في مرمى هدفين، ويمكن يجيك الثالث الحين، يمكن الثالث ترى، ويمكن نيمار يأتي بالهاتريك. نيمار مرشح فوق العادة لتسجيل الهدف الثالث وللهاتريك، لكن ميسي يتقدم، ميسي يسدد الكرة لافة تضرب الأرض، في الأخير المدافع يحولها إلى لمصلحة ميسي. حائط الصد أمامك، والضربة الحرة المباشرة حطها ميسي، ولكن وين يتمكن أعتقد منها بوفون، يحولها إلى خارج أرضية الملعب. عادة عندما تلاقي يعني هؤلاء اللاعبين ميسي، كريستيانو، نيمار، انيستا، وحتى شاب يعني في بعض الأوقات، يعني المدافعين عادة ما يكونوا حريصين على عدم ارتكاب الأخطاء في هذه المناطق. لاحظ نيمار محاط بالمصورين، بعدد هائل الحقيقة من المصورين، والحضور الكبير لهذه المباراة الودية. كرة خطيرة أمام مرمى يوفنتوس، اللعبة سقط على أرضية الملعب، كرة مقطوعة من مدافع يوفنتوس. مباراة التحول، كرة طويلة يتمكن منها اللاعب المتقدم الدولي الغاني أزموا. حلوة اللقطة، خطيرة التسديدة، حاضرة من بيانيتش، لكن الكرة إلى خارج أرضية الملعب. حلوة الكرة في المدرجات، يرجعونها ولا لا؟ مترددين يرجعون الكرة أو لا. عاد والله الأمريكان لهم الحركات يعني، وين يعني اوكي شيء ثمين بالنسبة يعني لو احتفظ مثلا بالكرة ثمين. والله أنا حضرت مباراة يوفنتوس برشلونة، الكرة عندي، وقصة طويلة عريضة يعني. الهدف الثالث خطيرة مشروع تسجيل الهدف الثالث لبرشلونة. سواريز يتلاعب، وسواريز يرجع الكرة مرة أخرى تسقط، ومرة أخرى أيضا سواريز. ضاعت الكرة أكثر من مرة، حوالي 3 مرات ضاعت المحاولة لمصلحة برشلونة. أردا توران، سواريز، وبالتالي تضيع فرصة تسجيل الهدف الثالث لمصلحة برشلونة. لا أزموا، وخرج ايضا سامي خضيره بكره وصلت خطيره حلوة التسديد، كاد ان يكون الهدف الاول لمصلحه يوفنتوس
تسديدة ممتازة، ولاحظ ردة الفعل ديبالا يظهر في هذه اللقطة ويسدد ردة الفعل ممتازة من الحارس الاحتياطي في برشلونة أورتالا، وبالتالي تضيع محاولة مهمة جدا الحقيقة. يوفنتوس الآن مشاركة الله، جول ليوفنتوس، ديبالا وأورتالا شال الكرة، ولكن هذه كرة لا ترد على الإطلاق. الرأسية من الكبير المتقدم في اللقطة السابقة بسن 32 سنة كليني، اللي عادة ما يتقدم للاستفادة من هذه الكرات، يستفيد بالفعل من هذه الكرة ويحط الكرة. شوف هو ما بين اثنين السمر الاثنين من مدافعي برشلونة، لكن يقفز ويساعده أيضا طول القامة، وبالتالي كليني يسجل الهدف الأول لمصلحة برشلونة. يمكن يكون الشوط الأول لبرشلونة، الشوط الثاني البرتغالي الشاب بسن 23 سنة الأسمراني لاحظنا قبل قليل. وبرشلونة يلعب الآن أو أصبح يلعب في نصف ملعب فريق يوفنتوس. وصلت سريعة أيضا برشلونة التسديدة، ولكن الكرة إلى خارج أرضية الملعب. أصبح الأخطر الآن، والتسديدة السابقة لمصلحة برشلونة، ولكن تمر بهذا الشكل إلى خارج أرضية الملعب.